فطبعًا الموضوع بيبقى في حتّة إنّك تنزل بفيديو تتكلّم فيه وتشارك الناس حاجة زي حاجة أنت بتحبها وبتعملها كل مرّة، بتختلف في إنّك أنت بتتعلّم كل يوم حاجة جديدة، وكل مرّة بتطوّر وبتتعلّم حاجة تانية وبتطوّر في طريق الهدف اللي أنت عايز تحققه. يعني أنا من فترة طويلة موضوع الإنجليزي ده كان بالنسبة لي عارف اللي هو إيه، جبل كده أنت بتطلعه عايز تنجزه، عايز تبقى خلاص بقيت professional في الإنجليزي، بقيت بتعرف تقرا وتكتب في اللغة عشان تقدر تمارس، فتقدر تساعد نفسك. إحنا نلف بقى الطريق عشان نرجع تاني. فاللي أنا أقصده من الكلام ده بالرغم من إنك أنت ممكن تبقى لسه بدري أوي لمّا تمارس اللغة وتبقى كويس فيها، على قد ما كل يوم خطوة بتفرق معايا في الهدف، كل يوم خطوة. بالأخص بقى لمّا باشارك مع ناس عندها حاجة زي كده وحابة إن هي تقدّم خطوة زي كده. موضوع التعلُّم اكتشفت إن هو مفيد أوي صحيًا ومفيد أوي عقليًا، إن إحنا لمّا بنتعلّم وبنتطوّر حياتنا بتتقدّم لقدّام، غير لمّا إحنا ما بنتعلّمش ما بنتطوّرش بنبقى زي ما إحنا، فده بيبقى نتيجة سلبية علينا في حياتنا وعلى اللي حوالينا، إننا ما بنقدرش نساعد اللي حوالينا طالما إحنا ما بنتطورش. فده اللي كان الواحد حاسس بيه، اللي هو أنت بتتعلم حاجة فمش مستعجل إن أنت